السلام عليكم. فيديو تاني عشان الفيديو الاولاني اللي عجبكم اللي هي الادوات المطبخ الجميله اللي لازم تكون عندك في البيت، والحاجات اللي جبتها وما ندمتش فعلا عليها. هنكمل الحاجات مع بعض زي ما وعدتكم. من الحاجات المهمه قوي اللي ما ينفعش مطبخك ما يبقاش فيه واحده منها، وهيسهل كل حاجتك، الهاند بلندر. الهاند بلندر يا جماعه دي بص، لا تقولي لي خلاط ولا تقولي لي كب ولا تقولي لي اي حاجه خالص. دي بقى بصوا ايدك ورجليكي في المطبخ زي ما بيقولوا. انا كنت اول ما جبتها عارفين يعني، هي بصراحه ما جبتهاش، جالي هديه. اول ما جات لي هديه، بعد كده جبت تاني منها. بس بصراحه عمليه قوي قوي قوي، يعني في استخدامات كتيره جدا جدا جدا. ممكن اقعد اعديها لك دلوقتي مش هخلص. وبيجي معاه شفشق جميل كده تحطي فيه الحاجه اللي انت عايزه تفرميها وتفرميها فيها. ممكن مش في الشفشق، ساعات ببقى عايزه مثلا علبه الفول موجوده وعايزه اطحن الفول ده، مش هقعد انقل في الشفشق بتاعها، لا بطحنه في نفس العلبه بتاعتها. عايزه مثلا ان انا اضرب طماطم، بتضربي الطماطم بيها. عايزه تضربي العدس بعد ما بتسلقيه. عايزه تعملي ايه تاني؟ عصير، اي عصير بتتعمل بيها اي عصير، بس ما يكونش الفاكهه بتاعته محطوطه في الفريزر. حاجات كتيره جدا جدا جدا. الخلطات بقى بتاعت البتنجان المخلل، لما تحبي تعملي الخلطه بتاعت البتنجان المخلل اللي هي الدقه بقى اللي انت هتحشي بيها، بتروحي جايه بقى ايه يعني حطها برده وعلى طول طحنه. بدي استخدامات عديده جدا جدا. فدي من الحاجات اللي جبتها وما ندمتش ابدا ابدا ان هي في مطبخي ونفعاني وما اقدرش استغنى عنها ابدا. استنى عشان الموبايل بيقع تقريبا. تمام، استنى اربطه كده، اربط الحامل بس. تمام. احلى اصحاب، انتوا احلى متابعين والله العظيم. مش ما تتخيلوش لما بقعد اعمل فيديو كده بحس يعني كاني شايفاكم كده قدامي وانتوا قاعدين تتكلموا معايا. طيب ايه الحاجات التاني اللي انا جبتها ومهمه جدا جدا في البيت؟ الفخار الصغير ده يا جماعه. القوالب الفخار الصغيره اللي هي على قد فرد واحد دي لازم تكون في مطبخك. اولا بتبقى شيك قوي، ثانيا بتبقى حاجه محدوده كده لكل واحد، بتعملي له قطعه وتنفع معاكي في الحلو وفي الحادق. في الحلو وفي الحادق يعني ممكن في الحادق لو انت هتعملي تورلي هتحطي قطعه اللحمه وهتحطي الخضار حواليها وتغلفي بالفويل، ودي تبقى طبق لفرد من افراد الاسره، كل فرد قدامه الفخاره بتاعته ياكل فيها. للرز بلبن بقى، لام علي، للحلويات اللي بتبقى بتدخل في الطاجن ده وتتحط في الفرن. فدي من ضمن الحاجات المهمه قوي 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 اللي انا جبتها واستفدت منها احسن من الكبير كمان. طيب ايه تاني؟ البلاستيك ده اللي متقسم ده ليه استخدامات كتيره جدا، بس مش قادره اقول لكم حافظ لي ازاي على اللي هي الباكيتات الصغيره اللي بتبقى عندك في المطبخ. الفانيليا والبيكنج باودر والخميره. تمام. وكل الاكياس الصغيره دي كانت بتبقى مرميه هنا وهنا، لكن ده بصوا زي متقسمه زي ادراج، متقسمه الادراج. طبعا هو ليها استخدامات كتيره جدا، ممكن تستخدميها في الحمام كمان للفرش والمعجون وكده، وليها استخدامات كتيره. بس احسن حاجه ريحتني فيها هي الاكياس والباكيتات الصغيره اللي كانت بتضيع مني في كل مكان. حاجه كمان انا حطاها في المطبخ مهمه قوي، بصوا كده معايا، قربوا كده. شايفين الحامل ده اهو؟ حامل الثلاث ادوار ده بيتجاب، معظمه بيجيبوا بيعلقوا في الحمام في الحيطه علشان بتحطوا فيه الشامبوهات وبتحطوا فيه الكريمات وبتحطوا فيه الحاجات دي. لكن انا هنا حاطه فيه ايه؟ انا حاطه فيه الزيت، الخل، الملح، برطمان السمنه، جبنه، عسل، زيت الزيتون. لمم لي حاجات اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايدك بتروح على استخدامها طول الوقت، عماله تشيلي وتحطي تشيلي وتحطي. فهي دي بصوا في ركنه صغيره قد ايه. يعني انا استغليت الركن الصغنطط ده اللي بين الثلاجه وبين الحيطه في الحامل الاستانلس الجميل ده. في منه بلاستيك على فكره، في منه بلاستيك وفي منه استانلس، اللي تلاقيه كده كده بيقضي الغرض. اي حامل 3 ادوار كده، وفي 4 بس طبعا تجيبي 3 عشان ارتفاع المطبخ. ممكن انت مطبخك يكون اعلى شويه، انا علشان طويله قوي فالمطبخ بتاعي عاملاه قصير قوي. تمام. فانت
هتجيبيها هتشيل لك كل حاجه. بصوا علبه الجبنه الناس الولاد على طول بيستخدموا منها كل ده، فدي هتفيدك جدا جدا ومش بتاخد مساحه وهتلم لك كل الحاجات اللي في المطبخ. تمام، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك الجميل، كومنت حلو كده بقى يفتح النفس على الشغل. وان شاء الله برضو الفيديوهات الجايه احلى واحلى معاكم ان شاء الله باذن الله. بس كومنت وشير ونشارك كده الفيديو لناس كتيره علشان نعمل فيديوهات اكتر. ولو عندكم افكار عايزين نتكلم فيها قولوا لي، ولو عندكم حاجات برضو وفرت عليكم نقول ونفيد بعض كلنا ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.